طيب الآن الله الواحد القهار، طيب الواحد هل لها معنى واحد يا شيخ عدنان أم لها عدة معاني؟ لا، لها أنا بتصور 90 معنى. معناها الواحد، معناها الأحد، معناها أول رقم في الحساب. معقول تسألني هالسؤال؟ اسأل الجمهور، اسأل العجائز. هل كلمة طيب. واحد تحتمل أكثر من معنى يا مسلمون؟ أنا لا أفهم حقيقة، وأعتبر نفسي من اليوم متخلف عقليا إني لم أفهم ما معنى الواحد. هل يعقل هذا يا دكتور؟ طيب يا شيخ. أنا أسلم لك. اصبر أعطيك وقتي. فاشرح لي أنت ما معنى الواحد، بس اشرح لي يا أنت، لأن نحن أهل السنة مساكين لنا نعبد الله مئات السنين ونحن لا ندري ما معنى الواحد الأحد. قل لا إله إلا هو. تاري ما معناها الواحد؟ زدنا من علمك لك نصف ساعة للبيان. طيب إن شاء الله أنا من تلاميذكم يا شيخ عدنان، أنا من تلاميذكم. أولا الواحد إما أن يكون واحدا عددي يعني كرقمي واحد، وهو ما يقبل العدد الثاني 2 و3 و4، والواحد هو الذي لا نظير له، والواحد بمعنى الفرد. فماذا تريد الآية؟ هل تريد الآية واحد عددي أم تريد واحد فردي أم تريد واحد لا نظير له؟ ما الذي تريد الآية؟ أقول لك بكل صراحة، أنت حددت المعاني. أقول لك أنا أعترف أمام الجماهير كلهم، أعترف أني لم أكن أفهم ما معنى الواحد إلا اليوم، فهمت الواحد. يعني أنت تريد تقول إنه في امرأة أو مو امرأة، ليش إحنا نقول امرأة؟ والله في نساء أفقه من ألوف الرجال وأعقل وأذكى وأتقى. نرجع، أنا أنسحب من كلمة امرأة، لكن عادة المرأة لا تخوض المجادلات. الخلاصة كلمة الواحد يسألني هل هي مقصود العددي؟ هل ممكن لواحد من البشرية أن يفهم أن الواحد هذا معناه يعني واحد ليس اثنين يا أستاذ؟ حين تقول لحظة حتى ننتقل والجمهور يحكم، نحن نقول يا أخي الكريم، أبدأ الآن من جديد. سؤالي قل هو الله أحد أتيت عليها بإشكالات والعياذ بالله. الآن سؤالي الظريف اللطيف، أرجو أن تجيبني الآن وسأعترف أنك غلبتني في هذه المناظرة. نعم. أنا إشكالي يا شيخ عدنان إني أقول إنه لن تستطيع أن تأتي بآية قطعية الدلالة محكمة تدل على توحيدك من القرآن الكريم، فبالأحرى إنه أنت تطالبني بآية، أريد أن أثبت لك إنك حتى إذا أنت أتيت بآية على توحيدك أستطيع أن أشكل عليك. ليس هذا سؤالي، أرجوك. سؤالي قل هو الله أحد آية متشابهة، حب أننا سلمنا ويا ربي أستغفرك إنما أقول كما قال إبراهيم هذا ربي هذا ربي. هب أننا سلمنا جدلا أن قل هو الله أحد آية متشابهة، استنبطنا منها متشابهة في هذا المعنى، تكون محكمة إذا رجعنا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وآله. يا أخي بارك الله فيك، أنا أسألك. تفضل. طيب أنا أجيب. الوقت لك من البداية سيد ميثم، تفضل. طيب أنا أجيب يا شيخ عدنان. الله تبارك وتعالى حينما قال قل هو الله أحد، احنا كشيعة إمامية نقول إن الأحد الذي لا يقبل التجزئة، وهو المتفرد الذي لا نظير له في العلم والقدرة والرحمانية والرحيمية وفي كل الجهات. هذا معنى قل هو الله أحد عندنا. أما أنت تقول قل هو الله أحد فالخلاف واحد، الخلاف بيننا واضح، وكذلك أهل السنة حينما يأتون إلى قل هو الله أحد ما يفهمون مثل فهم الشيخ عدنان العرعور، ولا يقولون بهذه الصفات التي يسمونها صفات. إذن لا تقول بأن هذه آية محكمة، لو كانت محكمة لما وقع الخلاف بين السنة والشيعة في التوحيد. انتهينا من هذه الكلمة، انتهينا من هذه النقطة. تشعبت وهذا لا يليق بالبحث، لأن سنجيبك على سؤالك. تشعبت أيها المكرم
كان الآن إذا تقول لا يوجد في القرآن خطوة خطوة، حتى الآن يستفيد المشاهدون المسلمون وقتهم محترم وما يقولوا يا مشايخ ضيعتوا لنا وقتنا. قل لي نعم أو لا. إذا سألك سائل هل يوجد في القرآن نصا عدد ركعات الصلوات، إذا سألك هذا السؤال نصا موجود في القرآن أم إحالة؟ لا يوجد إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. والآن قل نفس الشيء، فأرجوك أن تعيد العبارة أو تعتذر عما نسبته إليه. لا أنا أعتذر منك على الهواء مباشرة، وأنا أتأسف حقيقة. طيب. كان هذا ليس حقيقة، بس أكمل وما أريد الشيخ عدنان أو الأستاذ أسامة يفهمون أني أريد أن أجر الموضوع إلى موضوع آخر. أن أحدا يقول مثلك أمام الخلق أنه لا يوجد في القرآن أن الله واحد. إيه تريدني حجار؟ إيه تريدني شجار؟ تقول مسلم، أنت مسلم تدرس الطلبة وتقول لا يوجد في القرآن آية صريحة أن الله واحد. هذه نقطة. الاختلاف في فهم معنى الواحد بيننا كسنة وشيعة وسلفية. أرجو أن تفهم كلامي جناب الشيخ المكرم. فهل تريد أن أفسر قوله تعالى قل هو الله أحد، يعني أحد من خلق الله، يعني الله من خلق الله، أو أقول الله واحد قابل لاثنين وثلاثة؟ معقول هذا الكلام؟ والله ما أفسد الدين إلا الفلسفة وعلم المنطق، وما أجمل البساطة علم الأنبياء وما أجملها.